احنا سعداء جدا ان بنلتقي بشخصية رائعة الأستاذ مجدي. هو هيعكس معانا قصة ألم مر بيه النهاردة. مجدي احنا فرحانين جدا ان احنا بنلتقي بيك. قبل كل حاجة هنبتدي بشوية أسئلة صغيرة. من فضلك كلمنا عنك وعن أسرتك. أنا اسمي مجدي عبد الله شحاتة من أرياف المنيا، بشتغل محامي، متزوج من الأخت إيمان، ومعايا ابنين، مرت المشادي، أولى ابتدائي وحضانة كبرى. ربنا يخليهم لك يا مجدي. مجدي، العملة ليها وجهين، كل حاجة في حياتنا ليها وجهين. احنا عارفين ان الألم ليه وجه إيجابي وليه وجه سلبي. سامحني إن كنت أبتدي معاك بالوجه السلبي وأسألك في قصة الألم وقصة التجربة اللي أنت مريت بيها. كم مرة أو كم لحظة أنت مريت فيها بلحظة رفض أو ندم أو إحساس بالظلم تجاه الله؟ هو أنا مقدرش أظلم الله معايا وأقول كده، لأن الله عادل، لكن أحيانا قليلة جدا كان الشيطان يخطف فكري لأقل من لحظة، والرب يديني قوة واسترجع فكري تاني واستسمح الرب وأشكر على الألم، لأن أنا متأكد أن إيد الرب لا تقدم لينا إلا كل حلو. وأنا بعتبر أن الألم للي روح القدس يكشف فيه من خلال أعماق ومن خلال المكتوب مش هيكون لي وجه سلبي، وكل تأكيد لي وجه إيجابي، وهيقودنا بكل تأكيد إلى وضع أفضل وأمجد وأحلى من الحالي بكتير. فرحان يا مجدي إن أسمع منك إنه المرض ما غيرش الناحية الإيجابية ناحية الله، لكن سامحني إن أقول لك إنه ممكن يكون غير ناحية طموح، ناحية إنسان، ناحية مجموعة من البشر أنت ابتديت تفكر فيهم بطريقة مختلفة. ده حقيقي؟ هو يمكن كلامك مظبوط، لأن الواحد منا فصل في سننا بيبقى الطموح، وخاصة في مهنتنا احنا حب الانتشار والصيت وجمع أكبر قدر من الإمكان من المال في السن ده، تحت خدعة الواحد بيبقى مخدوع بيها ومخدر بيها إنه يعمل حاجة للعيال. لكن الله أحيانا بيجي قدام ولاده لما بيبقى الواحد عامل زي الحصان الجامح كده، مش عايز يمشي في الاتجاه ده، عايز يوقفه ويخليه يفكر، عايز يوقفه ويخليه يغير اتجاهه. فالله لما بيقف بحاجة زي كده قدامي فبكل تأكيد ده حلو والخير، لأن هو أبويا وأنا ابنه وهو بيحبني بكل تأكيد. هل لمست في ناس يا مجدي كنت متوقع منهم خير اكتشفت عكس كده؟ وهل العكس؟ في فترة المرض مفيش حد كنت اتوقع منه خير ولقيته شر، بل بالعكس، الناس اللي كنت اتوقع منها انها متسألش عليا وقفت جنبي وبكت الدم، ويمكن الرفعة اللي انا فيها والراحة النفسية اللي انا فيها رغم صعوبة وقسوة التجربة سببها اولا ايد الرب اللي حملاني وتشفعات وتضرعات القديسين اللي يعرفوني وهم ما يعرفونيش. يعني انا افاجئ الاقي ناس ما اعرفهاش وما تعرفنيش وتتصل بيا احنا بنصلي لك. الاقي اجتماعات كامله ما يعرفوش عنا حاجه غير يعرفوا ان في اخ اسمه مجدي عبد الله من المنيا بيمر بتجربه مرضيه قاسيه، الاجتماع كله بيصلي لي وانا ما اعرفهمش وهو ما يعرفنيش، وحد منهم يتصل بيا ويقول لي الكلام ده. فاحنا كمؤمنين على الارض ملناش غير بعض،
انت حولت كل النواحي السلبية الإيجابية. طيب أنا ما حاولتهاش، ده هي دي حقيقة. طيب هل تعتقد يا مجدي انه المرض اللي احنا او الألم اللي احنا بنمر بيه بقى نتيجة أخطاء في الماضي؟ قد يكون بناء على المكتوب: من أجل ذلك فيكم كثيرين ضعفا وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون. والواقع يعني الإنسان اللي بيعيش في غير أمانة الله بيكلمه مرات عديدة، وأخيرا الله في محبته بيضطر يجرس عليه شوية، والله بيجرس عليه وبيألم. الرب بيبقى بيتألم برضه على ألمه، لكن نفسه يلمه ليه ويرجعه ليه، زي ما قال الآبنية: وخزني وقال أنزل إلى بيت الفخار لأسمعك صوتي. ولما نزل شاف لما فسد الوعاء عاد الفخار وصنعه وعالم. عادة صناعة الوعاء دي فيها تكسير للإناء الجديد، عملوا عجينة جديدة وبعد كده دخلوا في النار، ولازم كل ذرة من ذرات الإناء الجديد تتلامس مع النار. هو كان هنا الفخار ما ذنبوش حاجة، ده الذنب ذنب الإناء اللي فسد. هسألك سؤال شخصي شوية، هل في قرار شخصي جدا خرجت بيه من الألم ده ناوي تعمله مباشرة بعد خروجك من المستشفى؟ في نقدر نعرف؟ أنا مهنة المحاماة بالنسبة لي مهنة ممتعة ولذيذة وبحبها جدا وبنجح فيها جدا، نجاح منقطع النظير، ومفيش حد من أقراني أو اللي أكبر مني نجح فيها زيي. لكن أثناء عملي في مهنة المحاماة كنت بتصرف تصرفات كتيرة كانت بتزعلني من نفسي وتزعل الرب مني، تتعب ضميري كتير، وكنت بقى أحاول إن أنا أطنش. بعد الرب كلمني كتير عنها قبل كده، وأنا خدت قرار أكتر من مرة إن أسيب المهنة عشان مزعلش الرب ويجرح مشاعره، لكن بيجي يبرد القرار تاني ومنفذوش. لكن في الموقف ده بيجي قرار نهائي، وقبل ما أعمل العملية يمكن ب4-5 أيام وأنا قاعد على السرير وبصلي كتبت إقرار على نفسي عشان ما ارجعش فيه، مكتوب. تحب تقراه ولا نقراه احنا؟ اقرا. الإقرار بيقول: أقر أنا الموقع على هذا مجدي عبد الله شحاتة بأنني متنازل للسيد إلهي يسوع المسيح ملكي ومالكي عن كل شيء في حياتي، وله حق الملكية المطلقة على جسدي ونفسي وروحي وبيتي وأبنائي وزوجتي وكل ما لي في هذه الحياة، وله الحق في ملء كل هذه الصفحة ودون تساؤل أو نقاش مني. وأتعهد بأنني إذا عشت بعد هذه اللحظة أنني أخدم بكل الحب والجهد ما دمت موجود أنا في هذه الحياة. مجدي أيد شحاتة. انت ملاحظ ان انا سايب اغلب الصفحة ابيض؟ انا كنت لسه اسألك. عشان انا سايبه ليه هو يكتب، فانا بصلي دلوقتي انه يكتب هو عايزه، اللي هيكتبه انا ماضي عليه قبل ما يكتبه. في سؤال عايز اسأله لك يا مجدي. لو في شخص بيمر بنفس الألم وبنفس التجربة والموقف ده، لو انت تساعده ازاي؟ كنت تحب تساعده ازاي؟ أصلي، أحاول أن الرب يديني كلام أن أنا أقدر أقنع بيه أن ده الحلو اللي اختاره الرب، فلازم أقبله واستطعم وأشكر الرب عليه. حاجة تاني؟ وأقعد عند رجليه أخدمه، عشان دي بتؤثر جدا في نفسية المتألم والمريض، إن لما يلقى حد يعرفه أو ما يعرفوش بيهتم بيه. في
تصرف قمت بيه غريب شوية أثناء فترة مرضك أو حاجة إحنا لو سمعناها هتفرق معنا؟ لا، حاجة غريبة لا. يعني كتبت جواب مثلا قبل ما تخش أوضة العمليات؟ إحنا عرفنا كده بالصدفة. طيب احنا بنعتذر عن السؤال بس كتبت الإيمان لأن كنت متيقن مش هطلع من العملية. مجدي، احنا بنشكر ربنا لأن إيمانك أكبر بكتير من اللي احنا تخيلناه، ونعمة ربنا فيك كبيرة. يا ريت الكلام ده يكون سبب بركة لكل الناس اللي هيسمعوا الحوار ده.